أقرع بينما دولة الكويت إطلاق صافرة البداية. طلال المطرود أيضا عرضية ورأسية، يا الله حارس المرمى يبعدها إلى خارج عرضية السريعي معاه، خلي بالك. اهدى اهدى اهدى، شنو فيه؟ الأمور طيبة. عبد الرحمن الخضر يستحق الإنذار ولولا لمها هذه الكرة الماضية. ما في أي شيء في الكرة الماضية. خب اليمني يتراجع فيها الخضر. هيثم السلامي، بغداد الكرة العرضية والعارض وتمر الكرة من محمد رحمة، لا زالت في شوط المباراة الثاني. الآن عبد العزيز مسلوم، عبد العزيز عبدين ومحمد العمران. كرة طويلة من هيثم لعبد العزيز مسلوم، الكرة طويلة أنور الطريقي أقرب للمنتخب اليمني القائم وهناك ربما راية وتسلل. نحذر أكثر وندير بالنا أكثر، هذا اللي تكلمنا عنه. حكم اليمني يشدد الضغط. الآن الكرة العرضية أمامه ترجع لعبد الرحمن الخضر، كرة عرضية محمد رحمة يشيلها عمر الكثيري، شالها محمد رحمة. طبعا الصحيحة خالد الخرقاوي يخلصها يوسف ماجد، كفو يا يوسف في المنطقة. لا زالت للمنتخب اليمني عصام ردمان، يوسف ماجد لا زالت معه، يذهب بينية، نقلات قصيرة، تسديدة، لا زالت المنتخب. عبد العزيز مسلوم يضيع كرة غريبة، تسديدة قوية. المنتخب اليمني الهجمات، هذه الكرة العرضية حلوة يا سلام، محطة لعب جميلة. الله على الجملة الهجومية. التنفيذ هيثم السلامي، الكرة العرضية حلوة يا الله، جول لمنتخب الكويت الوطني. الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق يوسف ماجد في أول أهداف هذه المباراة. الكرة الأمامية، الكرة العرضية، نحذر، الله، عبد العزيز مسلوم يبحث عن العرضية، يلعب العرضية، عبد العزيز مسلوم، يا الله عليك يا محمد رحمة. اثنين، العبها بالعرض، يا الله عليك، هذه ما تلعبها باليسار تلعبها باليمين. وقام على طول جماهير اليمنية الحاضرة ليوسف، ما نبيها في المكان الصحيح. الهدف الثاني حلوة رشيد داخل المنطقة، يا الله ضاعت هذه الكرة الماضية. شوف التدخل شفناها في هذه البطولة، مستويات رائعة للحكم. كرة عبد العزيز مسلوم الصريعي، برافو العولقي، عصام ردمان، كرة العرضية عبد العزيز مسلوم، حذرنا منه وقلنا عنه، قلنا نحذر من هذا المهاجم الذي يسجل هدف التعادل. عبد العزيز مسلوم والله قلنا، وقبل دقيقتين كنت اتكلم اقول نحتاج اداء جيد. منتصر برافو هذه المباراة الثانية، هذه الفرصة اللي قلناها عبد العزيز مسلوم. الكرة العرضية تمر، لا زالت يمر يوسف، العب العرضية يوسف، ولكن برافو الكرة العرضية، وضاح المرمى خالي بديلا عن عرضية حلوة داخل المنطقة. والله المنتخب المطرود لعبد الوهاب. حكم اللقاء في هذه اللحظات، حكم اللقاء علي دوشي ينهي شوط المباراة الأول، بينما المنتخب اليمني بنفس التشكيل في شوط المباراة الثاني. إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني من يوسف ماجد صاحب الهدف. جماهير اليمنية تركيز الانتباه اليوم. طالت المنتخب السعودي المركز الأول 7 نقاط، منتخب اليمن المركز الثاني 5 نقاط. تمرير البينية، نحذر، هيثم السلامي، محمد رحمة يتعملق مرة أخرى. حكم اللقاء انذار هو الثاني في هذا
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف نحن وإياكم على جدول مباريات منتخب الناشئين المنتخب اليمني، جدول مباريات المنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج. طبعا البطولة تقام لأول مرة وستقام على الأراضي القطرية. قبل أن ندخل في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، ومباشرة إلى التفاصيل. بداية في الجولة الأولى يلتقي المنتخب اليمني مستضيف البطولة منتخب قطر. المباراة تنطلق يوم الأحد الموافق 21 من شهر سبتمبر 2025 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت اليمن وعلى استاد حمد الكبير. أما الجولة الثانية فسيلتقي المنتخب اليمني المنتخب الإماراتي، وستكون يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر سبتمبر 2025 بنفس التوقيت في تمام الساعة 6 مساء وعلى استاد شهيم بن حمد. وفي ختام مباريات دور المجموعات يلتقي المنتخب اليمني منتخب سلطنة عمان. المباراة ستكون يوم السبت الموافق 27 من شهر سبتمبر 2025 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت اليمن وعلى استاد شهيم بن حمد. إذن جميع المباريات ستكون في تمام الساعة 6 مساء. توقيت المباريات موحد في الثلاث الجولات، الجولة الأولى أمام المنتخب القطري، الثانية أمام الإمارات، والثالث أمام سلطنة عمان. بالتوفيق للمنتخب اليمني للناشئين الذي يقيم معسكره الحالي في أبين في مدينة لودر. كل التوفيق وإن شاء الله الفوز حليفه. فما هي توقعاتكم؟ هل يستطيع المنتخب اليمني بلوغ الأدوار القادمة؟ كل التوفيق، وعلى أمل نلتقي بفيديوهات قادمة. كما قلنا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.